سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والأمة الإسلامية ترفل بالإيمان والصحة والعافية والقوة والتمكين، آمين. مشاهدي الأكارم، ما زلنا في الحديث عن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل الذنوب والمعاصي، وهذا داخل في رسالة السلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يرسل رسالة السلام لأمته فيخرجهم من الظلمات إلى النور حتى يسلموا ويدخلوا جنة ربهم بسلام. ومن هنا ربما كان غالب تعامله صلى الله عليه وسلم بالرفق واللين، وأحيانا يشد إذا اقتضت الحكمة، لأن هذه تكون هي رسالة السلام بالنسبة لهذا، فلو لان معه لربما كان هذا اللين أدى به إلى الانحراف، فبالتالي كان الأنسب منه أو أنسب في حقه أن يشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء، كقول القائل: قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. وعليه فسوف نجد فيما نسرده الآن من بعض الأدلة اختلاف أوضاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبق أن تحدثنا عن موقفه عليه الصلاة والسلام في قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقصة الغامدية التي وقعت ثم تابت توبة نصوحة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو لو قسمت على صاحب مكس لتاب لقبلت توبته. فكان هذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهما بكامل اللين، وأيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم غيبتهما أو الطعن فيهما لعظيم توبتهما. وليس هذا فحسب تعامله صلى الله عليه وسلم مع هذين الشخصين اللذين وقعا في معصية الزنا، فإن تعامله صلى الله عليه وسلم مع غالب من يقع في الفواحش أو في الذنوب والمعاصي ويأتي تائبا منكسرا، فإنه يكون معه صلى الله عليه وسلم لينا هينا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران، أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. زاد في رواية: ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذا موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم. كما تلاحظون هذا الرجل ارتكب حدا من حدود الله تبارك وتعالى، شرب خمر التي حرمها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، بقوله سبحانه وتعالى: فهل أنتم منتهون؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون، أو فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الآية الكريمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن جلد هذا الرجل بأنواع من الجلد، قال رجل آخر: أخزاه الله. أخزاه الله يعني سبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وهذا يدل على أن المعصية معرض لها كل بني آدم، معرض لها كل بني آدم، ممكن أن يقعوا بالمعصية في لحظة ضعف. بالتالي لا ينبغي أن الإنسان يسب من يقع في المعصية ويقول أخزاه الله أو شيء من هذا القبيل، فربما يعافي الله عز وجل العاصي ويبتلي هذا الذي يسب. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم، لكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا كيف يتعامل عليه الصلاة والسلام مع أهل الذنوب والمعاصي.
هنا ينطبق تماما مع ما ذكره الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هؤلاء هم أهل المعاصي، ويعتبر شرب الخمر كبيرة من الكبائر، وهي أم الخبائث. من سكر والعياذ بالله هذه ربما طلق، وربما والعياذ بالله وقع في فواحش كبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. هذا موقف من موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موقف آخر يرويه لنا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، يقول أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، يعني في الخمر. فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. انظروا إلى هذا الموقف أيضا العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي وقع أيضا في شرب الخمر، اسمه عبد الله، كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، معناته كان يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني تضعف نفسه أمام الشراب فيشرب، فإذا شرب يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقيم النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد، فيجلد حد الخمر. فأثناء الجلد قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فلم يقرها صلى الله عليه وسلم ولم يرتضيها، بل نهى عن ذلك وقال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذه منقبة كبيرة لهذا الرجل، يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ويحب رسوله. وهنا نفهم أيضا معاشر المشاهدين بأن وقوع المعصية لا يتنافى مع محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد تكون هذه المحبة مستقرة في القلب، ويكون الإنسان قد يقع في المعصية نتيجة تغلبه شهوته، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فمس الشيطان يحصل للمتقين أيضا، هكذا الله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا يعني أثبت لهم صفة التقوى وصفة الصلاح، ثم يمسهم طائف من الشيطان ببعض المعاصي. وقد حصل هذا لبعض الصحابة رضي الله عليهم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه الآيات نزلت في الصحابة الذين حضروا دروس النبي صلى الله عليه وسلم وتنزلوا ورأوا تنزل الوحي ورأوا المعجزات لكن النفس بطبعها تقع في المعصية، لأن الله عز وجل خلق آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا كان إمامنا وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام قد وقع في المعصية ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه، كما نص تبارك وتعالى في كتابه العزيز بقوله: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فبني آدم يقع المتقي، يقع الصالح، يقع الفاسق، يقع هكذا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وخطاء صيغة مبالغة، لم يقل مخطئ أو يخطئ، لا، بل قال خطاء، تدل على كثرة الخطأ وكثرة الوقوع. ومن هنا وقع هذا الرجل الذي اسمه عبد الله بهذه المعصية في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، جلد ولعنه شخص آخر، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلعن، فإن هذا الرجل يحب الله ورسوله. وهذه منقبة وشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نحذر أن نسب إخواننا الذين يقعون في المعاصي والذنوب، أو نلعنهم، أو أننا يعني نستصغرهم أو نحتقرهم
كلا، هذه أمور خطوط حقيقة حمراء خطيرة جدا. فإن الإنسان لا يدري ماذا يبتلى مستقبلا، نسأل الله العافية والسلامة. وإنما ينبغي أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلا على الكثير من خلق تفضيلا، وتقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه، اللهم ارفع عنه هذا البلاء وهديه وأصلحه. هذا الذي يجب علينا أن هذا لا يعني أيضا أننا نحبه ونرفع درجته كأنما هو من الصالحين، لا، نحن نبغضه. منهج أهل السنة والجماعة أن تبغض الشخص بقدر معصيته وتحبه بقدر طاعته. فإذا غلب عليه الطاعة والاستقامة فإنك تحبه وتواليه، وإذا غلب عليه الفسق والفجور والوقوع في المعصية فإنك تبغضه بقدر معصيته. هذا الميزان. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا ميزان عظيم منح الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتزن الأمور. نعم. فانظروا إلى هذا الموقف ولنتأمل. هذه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي أثبت له النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الله ورسوله. طبعا كل مسلم وكل مؤمن يحب الله ورسوله، ولكن المنقبة أين؟ المنقبة هي أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه يحب الله ورسوله. لأن كلنا قد ندعي أننا نحب الله ورسوله، ولكن مستوى الصدق ومستوى القبول لهذه المحبة عند من تكون؟ من الذي يعلم أن الله قبل محبتك له، أن الله قبل محبتك لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنك صادق ومتيقن؟ من يشهد لك بهذا؟ من يشهد لك؟ والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم وجلة، تخاف، لأنهم لا يعلمون معاشر المشاهدين أنها قد قبلت عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، اليوم من يشهد لنا؟ من يشهد أن هذا يحب الله ورسوله بصدق، وأن هذا يحبه الله ورسوله بصدق؟ من؟ يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في غزوة خيبر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لأعطينك غدا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شهادة من النبي عليه السلام لعلي بن أبي طالب. من يشهد هذا؟ من يمتلك هذه الشهادة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، آمين. موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة لمن هو إيمانه قوي، لمن وعظه بالشدة ينفعه، لمن إذا زجره النبي عليه السلام قوي إيمانه ولا ينفر، وليس لمن. لكن مثل الرجلين السابقين لو عنفهما النبي عليه الصلاة والسلام لانفض من حوله، ولكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعانى لكونهما بحاجة إلى الرعاية والعناية والدعاء. لكن هذا الرجل أمثاله، انظروا كيف يتعامل النبي عليه السلام معه بالشدة والغلظة، لأن هذا هو الذي يناسبهم. ومن هنا تسمى السنة الحكمة، تفسر الحكمة بالسنة والسنة بالحكمة. قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال أهل العلم الحكمة السنة. فمن الحكمة أن تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقع المناسب. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة إذا كنا نقول وضع الأمور في موضعه، من أين تأخذ أنت إذا لم تكن حكيما؟ تأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام، من السنة النبوية. تعلم السنة النبوية واقرأها ستكون حكيما. كل الأحداث التي وردت في القرآن الكريم جاء تفسيرها وتطبيقها على يد النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا ما لهذا الرسول يمشي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أرسله الله عز وجل ليأكل الطعام وليمشي في الأسواق ولنرى بشريته الطبيعية، فتتنزل عليه الأحكام ويرينا ما يرضي الله سبحانه وتعالى بيانا. ومن هنا مشاهدي الأكارم يتبين لنا كيف يطبق النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره الله عز وجل في كتابه العزيز. قبل أن ندخل في هذه القصة فاصل،
ثم سنة القصص تعامل النبي عليه الصلاة والسلام فيها بنوع من الشدة لهذا الرجل، وكيف كانت الشدة هذه مناسبة له. عن المعرور ابن سويد أو ابن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة. ربذة منطقة قريبة من المدينة المنورة، وعليه حلة. وأنتم تعلمون من هو أبو ذر. أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خيار الصحابة الذين كانوا قد أسلموا في يعني كانوا من السابقين في الإسلام، وكان أيضا ممن شهر أو أشهر إسلامه أمام كفار قريش، وضرب في سبيل الله، وترجمته معروفة رضي الله عنه وارضاه. وكان شديد على الولاة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يخشى في الله لومة لائم. مثل هذا إيمانه قوي واعتقاده متين وقربه من الله عز وجل، فالخطأ منه لا يغتفر بسهولة. انظروا ماذا حدث. قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة. حلة يعني جبة ولباس جميل ونظيف يسمى حلة، وعلى غلامه حلة. انظروا الآن، أبو ذر يلبس حلة جميلة، وغلامه يعني عبده يلبس حلة مثل حلة أبي ذر. فسألته عن ذلك، يعني لماذا أنت تلبس حلة جميلة وما شاء الله، وغلامك أيضا يلبس نفس الشيء، يعني كأنكم يعني في مرتبة واحدة، يعني أنت سيد وهو العبد، فكيف يكون هذا؟ فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. انظروا إلى الصحابة واعترافهم أيضا بما يقع منهم من باب التعليم والتوجيه، وليس من باب المفاخرة والمجاهرة بالمعصية، لا، ولكن من باب التعليم، ومن باب كيف حصل له هذا العتاب، وأن هذا مما ينبغي أن يستر ولا يتحدث به، ولكن يذكره أبا ذر ليعلم الناس. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر بعد أن أنفه. ما القصة؟ القصة: تسابب أبو ذر وبلال، تسابا يعني اختلفا، حصل بينهم خلاف، كما يحصل الخلاف بين الصديق والصديق، وبين الأخ والأخ، وبين الجار والجار، يحصل خلاف. لكن هذا الخلاف عند المؤمنين الصادقين لا يتجاوز 10 دقائق 20 دقيقة، بالكثير ساعة وينتهي، ثم تعود المياه إلى مجاريها. فإن كان الخلاف شديدا فلا يجوز لهم أن يعني يجعلوه يتعدى أكثر من 3 أيام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه الخيرية العظيمة. نحن قوم سنموت وسوف نذهب إلى الله سبحانه وتعالى، بالتالي علينا أن نحترم هذه الشرائع والتوجيهات النبوية الكريمة. فإذا حصل بينك وبين أخيك أي، جاهد نفسك قدر المستطاع أن تفوز أنت بالخيرية عند الله تبارك وتعالى. ومن عفا وأصلح فأجره على الله، بادر أن تعفو وتصفح ولتأخذ فأجره على الله. أجره على الله يعني شيء عظيم، يعني شيء عظيم. لا تظهر الزهد في ما عند الله تبارك وتعالى، لا تظهر الاستغناء فيما عند الله تبارك وتعالى، وتكون غضوبا شديدا فتقول: والله أنا لا أسلم على هذا ولا يجمعني به السقف إلى يوم القيامة. والله يا أبويا، لماذا؟ خلاف دنيوي بسيط. لو كان خلاف أخروي ديني، نعم، جزاك الله خير، من أجل الدين أنت مأجور عليه. لكن من أجل هذه الدنيا، يعني بالله، هذا الذي أذاك سيكون أشد أذية من مصطح لأبي بكر الذي اتهم ابنته بالزنا. ابنة من؟ ابنة أبي بكر الصديق، زوجة من؟ زوجة رسول الله، يعني فراش
يعني طاهر عفيف خطير خطير. يعني المنطقة هذه منطقة خطيرة، منطقة في فراش النبوة، فراش عظيم خطير. تكلم فيه مصطح بن عثاثة، فأنزل الله عز وجل آيات تعاتب أبا بكر: لماذا تقطع عن هذا الرجل يعني ما كنت تعطيه من أجل أنه سبب ابنتك؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ولا يأتل لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هذا هو توجيه النبوة. نحن إذا كنا مؤمنين وكنا نهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نتأمل بأن القضايا الدنيوية أمام القضايا الأخروية لا قيمة لها. ولذلك صحيح التهمة خطيرة، ولكن أعظم من هذا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فمن حصل بينه وبين أخيه أي خلاف فليتذكر: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كلنا نحب أن يغفر الله عز وجل لنا وأن يمحو ذنوبنا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. من يرفض هذا؟ من يرفض هذا إخواني المسلمين؟ بالتالي حصل بين أبو ذر وبين بلال بن رحباح خلاف فتسابا، فاشتد في السب من أبو ذر فقال له: يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، سب. فذهب بلال يشتكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال لي يا ابن السوداء، يعني كأنه عيره بأنه عبد من العبيد، أو كان عبدا فاعتقه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كأنه يعني أعاده إلى تلك الفترة التي كان فيها بلال رضي الله عنه وأرضاه بعد أن جاء الإسلام وحرره وأصبح الآن سيدا. حصل بينه وبين أبي ذر خلاف، فقال له: يا ابن السوداء. سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة وغضب صلى الله عليه وسلم وقال له: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ كيف يخرج منك هذا الكلام؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لا يزال قلبك فيه جاهلية، لم يتطهر تطهرا كاملا، لم يتطهر تطهرا كاملا. أخبره النبي عليه السلام بهذه. هل تكبر والعياذ بالله أبا ذر أو أخذته العزة بالإثم؟ لا، بل تاب من فوره وذهب إلى بلال وأمره أن يطأ بقدمه على وجهه وأصر عليه، وفعل بلال رضي الله عنه وأرضاه. بهذا التواضع من أبي ذر وبهذه الشدة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أن نتيجتها ستكون نتيجة مثمرة طيبة بالنسبة لأبي ذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حيرته بأمه: إنك امرؤ بك جاهلية. خطاب شديد ووعيد وزجر باتجاه أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. فكانت النتيجة أنتم رأيتم، لأن هذا الرجل إيمانه قوي ويتحمل مثل هذا. رجل آخر وضع في يده خاتما من حديد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وانتزعه ورماه، فقال: يعمد أحدكم أن يضع جمرة في يده؟ فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقال الصحابة: قم يا هذا وانتفع بخاتمك. فقال: والله لا آخذ شيئا قد رماه النبي صلى الله عليه وسلم أو وضعه صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى إيمان هذا الرجل. أولا هذا الزجر كان أمام الصحابة رضوان الله عليهم زجرا شديدا وانتزاع النبي عليه السلام من يده ورماه، لأن هذا رجل من أصحاب الإيمان القوي، وأن مثل هذا الموقف يعدله ويجعله على استقامة أكبر ولا يجعل ولا ينفره أبدا. فالحكمة أن تتعامل مع كل شخص بما يتناسب معهم. فأحيانا يعني قد يكون في المنزل من هو والعياذ بالله يعني ضائع بين أصدقاء السوء وبين شرب الخمور وأكل المخدرات، ويكون في ضياع، نسأل الله العافية والسلامة، وتقصير في الصلوات. مثل هذا لا ينفع معه أنك أنت تشد عليه وتنفره أكثر وتقول له: ليس لك مكان في هذا البيت، وتطرده
ولا تعطيه أي وجه، ليس من الحكمة، لأن هذا سيضيح أكثر وسوف تتخطفه الشياطين ويكون من أولياء الشيطان وحزبه والعياذ بالله. لا، مثل هذا أنت تتعاطف معه وتقربه شيئا فشيئا. لكن ابن آخر أو شخصية أخرى من الصالحين ومن المؤمنين من حفظة كتاب الله من المستقيمين، رأيت معه هفوة من الهفوات نتيجة لبعض الإهمال أو كذا، هذا شد عليه، كيف يصدر منك هكذا؟ أنت ما تخاف الله؟ ما تتقي الله؟ ما تعرف أن وراك حساب؟ مثل هذا الأسلوب لهذا ينفع معه. تذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، هذا يتذكر وينفع معهم. يعني أيضا أسلوب الهجر إذا كنت أنت تهجر يعني مؤمنا صادقا قويا ينفع معه الهجر، لأنه سيكون سببا إلى عودته وتوبته، مثل ما حصل مع كعب بن مالك، وسوف نقص قصته كاملة. هجره النبي عليه الصلاة والسلام مدة شهرين 60 يوما هجر، لا أحد يكلمه، صعبة جدا على النفس. ولكن كعب بن مالك وشيخين هلال بن أمية والآخر كانوا أقوياء الإيمان، مثل هذا الأمر لا يضرهم أبدا، بقوا ثابتين مستعينين بالله سبحانه وتعالى حتى جاءتهم التوبة. لكن انظر في المقابل كيف الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. انظروا تعامل النبي عليه السلام مع سيد بني حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، الذي سجنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحضرني اسمه الآن، الذي سجنه صلى الله عليه وسلم في المسجد 3 أيام، ثم كان يقول له إن تقتل ذا دم، وإن تعفو على شاكر، وستعطى من المال ما شئت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتركه ثم يعود إليه 3 أيام حتى عفى عنه. كان هذا الرجل ما كان منه إلا أن ذهب واغتسل ثم رجع وأسلم. على كل حال، الشاهد من هذا كله مشاهدي الأكارم أن الحكمة هي التي في الحقيقة تجعلك فعلا تؤدي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله سبحانه وتعالى. هنا الرسالة الآن النبي عليه السلام يتعامل مع كل شخص بما يتناسب معه. من صور الشدة في التوجيه والتأديب ما حدث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، منطقة من المناطق تسمى الحرقة، كلفهم النبي عليه الصلاة والسلام بسرية أن يذهبوا ويقاتلوا، فصبحنا القوم فهزمناهم. يعني ابتدأ الحرب في الصباح الباكر فهزمناهم. ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم من هؤلاء الذين صبحوهم، فلما غشيناه يعني أدركناه قال: لا إله إلا الله. فكف الأنصاري يعني كف الأنصاري يده، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني وصله الخبر بأن أسامة بن زيد طعن الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. انظروا ماذا كان موقف النبي عليه السلام، فقال: يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ قلت: كان متعوذا. يعني إيش كان متعوذا؟ ما قالها من أجل أنه مؤمن بها، إنما قالها حتى يعني ينجو من ضربة الرمح ويتعوذ بهذه الكلمة حتى لا نقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني حتى تعلم أن قالها صادقا أم لا. أفلا شققت عن قلبه؟
وهذا معاشر المشاهدين يدل على أن المسلم يتعامل مع الآخرين بالظاهر وليس لنا الباطن لله سبحانه وتعالى. من الذي يعلم بواطن الأمور؟ ما أحد يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. خلق الله عز وجل الإنسان من مشاعر وأحاسيس وجسد من دم وشرايين وخلايا إلى آخره. فلو أنت مسكت قلب الإنسان وشققته ماذا ستجد؟ ستجد الدم والشرايين، البطين الأيمن والبطين الأيسر، وسوف تجد الخلايا والدم. أين موقع الإيمان؟ وأين هو؟ هذا أمر موجود ولكنه لا يعلمه ولا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى، نشعر به. ألست أنت تحب وتكره وتخاف وترجو وتسعد وتحزن؟ أين موقع هذا؟ في القلب. فأفلا شققت عن قلبي؟ تشق هذا ما تجد هذه معاني سامية موجودة في الإنسان، إما يبوح بها بلسانه فإن سكت لا يعلم أحد. ربما أحيانا العيون تتحدث والوجه يتحدث صحيح، يعني إذا كنت سعيدا يكون وجهك منور، وإذا كنت غاضبا حزينا يكون وجهك، ولكن هذه كلها سبحان الله جعلها الله علامات. أما كونها هي أين موقعها في القلب صحيح، ولكنها هي معاني سامية خلقها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يطلع عليها ويعرف مكانها وتعامل. من هنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا أسامة بن زيد بكونه تعجل وقتل هذا الصحابي بعد أن قال لا إله إلا الله، قتله أسامة بن زيد. أسامة اجتهد وظن منه أن هذا الرجل ما قال، لأنه كان يهرب أصلا، كان يفر. لو كان فعلا مسلما لوقف في الطريق أو لأعلن توبته، لكنه كان يفر، وأسامة والأنصاري يركضان خلفه. فلما أدركاه أو غشيناه قال لا إله إلا الله. هذا الصورة ظن أسامة بن زيد بأن هذا الرجل لم يقل لا إله إلا الله لأنه خائف من الموت. الإسلام يأتي ويقول لك حتى لو كانت القرائن تدل أن هذا الرجل كذاب وأنه ما قالها إلا تعوذا لا تقتله أبدا، احتراما للا إله إلا الله. وقد يكون صادقا، هناك نسبة من الصدق، قد تكون 10%، قد تكون 20%. أنت لا دخل لك، إذا قال لا إله إلا الله كف عنه احتراما وتقديرا لهذه الكلمة العظيمة، لأنها ربما ستأتي يوم القيامة وتعاتبك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على أسامة بن زيد لأنه كان مجتهدا. وكذلك حصل هذا أيضا مع خالد بن الوليد حينما أغار على قوم فقالوا قد صبأنا، لكن هؤلاء ما قالوا لا إله إلا الله، قالوا صبأنا بمعنى دخلنا في دينكم. حصل هذا أيضا لخالد بن الوليد، قد صبأنا. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب أسامة بن زيد، حتى أسامة قال رضي الله عنه وارضاه من شدة العتاب، لأن النبي عليه السلام كررها عليه صلى الله عليه وسلم، درس لن ينساه أسامة قد أبدا رضي الله عنه وأرضاه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، وبعدين أيضا أسامة جدا مقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد الصحابة شيئا يعني يتشفعون به كانوا يتشفعون بأسامة بن زيد رضي الله عنه، مكانة عظيمة وقربة، لكن لا مجاملة في حدود الله ولا مداهنة أبدا. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها. يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث من أجل يبلغ هذا الدين دون مجاملة. صلى الله حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يجامل أو يدان في دين الله، مهما كانت القرابة ومهما كانت المحبة في قلبه عليه الصلاة والسلام، فمحبة الله أعظم، والمسؤولية التي تحملها صلى الله عليه وسلم أعظم. فكان هذا الرد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟
فقال تمنيت أني أسلمت يومئذ، يا ليتني لم أكن مسلما من قبل حتى أجدد توبة وأسلم في نفس تلك اللحظة. قال النووي رحمه الله تعالى في دليل القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. نعم صحيح. وقال القرطبي في إشعار بأنه كان استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد، وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة. يعني هذه في مقولة أسامة بن زيد. يقول تفسير القرطبي رحمه الله تعالى فيه إشعار لما قال ليتني أسلمت يومئذ، قال القرطبي فيه إشعار بأنه قد استصغر ما سبق له قبل ذلك من عمل صالح في مقابلة هذه الفعلة لما سمع من الإنكار الشديد، وإنما أورد ذلك على سبيل المبالغة. نعم، من شدة الوقع والزجر. نعم. فإن قال قائل طيب كيف يكون هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يعني الله وصفه ولو كنت فظا غليظ القلب فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقال بأن من الحكمة أن يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة بما يتناسب معهم. فأسامة بن زيد تربى في بيت النبوة وعاش في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تنزل الآيات، ووالده زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الصحابة، فمثل هذا لا ينبغي أن يكون من أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فكان الأنسب أن تأتيه هذه العبارات الشديدة حتى تقوي إيمانه ولا يتكرر منه ذلك أبدا، وأيضا يكون هذا عبرة لبقية المؤمنين حتى لا يتعجلوا. أرأيتم الأنصاري كيف كف؟ الأنصاري كف لما قال سمع، وجاء الأنصاري يقتل أيضا لما سمع لا إله إلا الله كف. إذن عندهم علم سابق أن هذه الكلمة معظمة ومقدرة ولها مكانتها واحترامها وقامت عليها سوق الجنة والنار، فبالتالي كف الأنصاري وتقدم أسامة وكان منه ذلك، فكان هذا العتاب الشديد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن بطال كانت هذه القصة سبب حلف أو قسم أسامة أن لا يقاتل مسلما بعد ذلك. تاب أسامة توبة نصوحة أن لا يقاتل مسلم أبدا مهما كان خلاف، لا يقاتل مسلم أبدا رضي الله عنه وارضاه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام معاشر المشاهدين والمشاهدات يبين للعاصي شناعة معصيته ليتوب منها ولئلا يعود إلى مثلها. ما الدليل؟ الدليل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عنها عائشة حسبك من صفية أنها كذا وكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحبها عائشة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام وأحب النساء إلى قلبه، بل أحب البشر إلى قلبه. لما سئل من أحب الناس إليك يا رسول قال عائشة، ما ذكر غيرها. فقال صحابة قالوا من الرجال، قال أبوها، وأعاد أيضا الضمير إليها رضي الله عنه وأرضاها. يا سلام. نحن الآن نتكلم عن المعاصي، دعونا نتكلم قليلا عن إبراز مشاعر الزوج لما يكون له من حب لزوجته، سواء كان بينه وبينها أو كان بينه وبين المجتمع. يعني انظروا النبي عليه الصلاة والسلام يقولون لهم من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة، حتى يسميها باسمها. بعض الناس يتحرج من ذكر اسمي، طيب لا بأس، بعض القبائل ربما يكون عندهم عيب وكذا، ولكن لما يقال لك من أحب الناس إليك قل أم فلان، طيب لا تذكرها باسمها، لكن قل أم فلان، أو قل مثلا الأهل، أو قل مثلا الزوجة الكريمة. يعني تمام؟ بعدين إذا كانت عندك زوجتين أو ثلاث يعني حدد، ولا الزوجة الأولى، الزوجة الثانية، يعني الزوجة الثانية، حدد. إذا كنت يعني شوف، يعني إبراز هذه المشاعر الطيبة من القلب وتوضيحها حسب الفطرة الموجودة شيء يسر خاطر الزوجة وتفرح
بأنك أنت تنشر هذا الخبر بين أصدقائك وأقاربك بأن فلان أحب الناس أن هي أحب الناس إليك، هذا شيء جميل، وفي نفس الوقت يسعدها هي، وفي نفس الوقت أيضا ينشر المحبة والأسر بين المجتمع. فإذا هو خلق عظيم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عمدا ينشره صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الزوجة المحبوبة، لكن إذا أخطأت في معصية الله تبارك وتعالى لا، ليس هناك تهاون أو سكوت. انظروا، فلما تكلمت عن أختها وقالت أنها قصيرة، حسبك من صفية بأنها كذا وكذا تعني قصيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. سبحان الله، هذا كلام خطير يا جماعة، خطير خطير. الكلمة التي قالتها في ميزاننا نحن بسيطة، يعني ما سبتها، إنما قالت إنها قصيرة، هذا في ميزاننا نحن. أما تحسبونه، أما عند الله لا، عظيمة، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والله هي فعلا في مجتمعاتنا يا جماعة هينة، ولكن هي عند الله عظيمة. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، هذه الكلمة التي أنت قلتيها في أنك يعني تستصغرين أو تنتقصين من أختك صفية بأنها قصيرة وأنت في المقابل جميلة أو شيء من هذا القبيل، هذه الكلمة السيئة لو مزجت في البحر لتغير لون البحر، لتغير لون البحر. والبحر يعني لو أتينا نحن إلى أصغر البحار، أصغر المحيطات، ولنقل مثلا البحر الأحمر، باعتبار أنه بين قارة أفريقيا وقارة آسيا، هذا الجزء يعتبر ربما يكون أصغر. أنا لست جغرافيا، لكن خلينا ما نقول المحيط الأطلنطي ولا المحيط الهندي، ولا نقول لا، بحر. هذا البحر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو رمينا هذه الكلمة في هذا البحر لتغير لونه من شدة يعني عظمة هذه الكلمة وأنها سيئة للغاية. نعم، فبالتالي أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوب. لما يوضح لها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة كلمة سيئة جدا لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا يرضاها، وأن من كونها سيئة أنها تغير لون البحر، بحر العظيم هذا بأسماكه وأموره وأشيائه تغيره هذه الكلمة. كم كلمة نحن نقول مثل هذا: نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. الحمد لله الذي شرع لنا التوبة. معاشر المشاهدين، والله هذا كلمة هي ما أحسب اليوم النساء تقول فلانة دبية، وفلانة الله لا يوريك هذه عظمة على لحم، وفلان يا رجال ما وراء سالفة، فلان نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله من التوبة ونتوب إليه من الغيبة والنميمة. اللسان دائما يذكر. والله يا أخواني نحمد الله عز وجل ونشكره أن الله شرع لنا التوبة. التوبة تمحو، التوبة تمحو ويغسل الله سبحانه وتعالى بها الآثام. فعلينا أن نتوب ونستغفر اليوم أكثر من 100 مرة بل بالآلاف. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة وهو نبي قد غفر الله له. وبعدين هذا كمان في مجلس الواحد، يعني كم مجالس النبي يعني في كل مجلس يقول يستغفر الله من 70 إلى 100 في المجلس الواحد وليس في اليوم. انتبهوا، فنحن أولى أن نستغفر الله سبحانه وتعالى في كل لحظة، في كل لحظة، كل ما أنت غفلت استغفر الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الحقيقة نعمة كبيرة، وإلا مثل هذه الكلمة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام يوجه بها عائشة ويوبخها ويؤدبها رضي الله عنها وأرضاها، أمنا رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من سبها وشتمها رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين أحب النبي عليه أحب النساء. وهكذا أيضا هي رضي الله عنها وأرضاها تذكر لنا هذا العلم العظيم، مع أن هذا فيما يتعلق بالضرات. فإن صفية بنت حيي بن أخطب هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد معركة خيبر، أنتم تعلمون هذا.
وصفية كانت جميلة جدا وعمرها 17 سنة، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يعني تبكي وتحزن وتقول يا رسول الله أن نساءك ينادينني يا ابنة يهودية، فقال لها النبي عليه السلام إذا قلنا لك ذلك فقولي أنا أبي نبي وزوجي نبي فمن مثلي. أبوها نبي يعني هي من سلالة هارون عليه السلام، وزوجها نبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالله من مثلها. فأسكتتهن رضي الله عنها وأرضاها بهذا، ما عاد بعد ذلك كان شيء فيحصل بين النساء من النزاع، بين الضرات من النزاع والخلاف ما هو كتبه الله عز وجل في قلوب النساء. كتب الله سبحانه وتعالى الغيرة على النساء. هذا الحدث ما أخفته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قصته لنا حتى نعلم عظم هذه المعصية، وحتى نعلم أنها كبيرة من الكبائر ولا تغفرها إلا التوبة. فرضي الله عن عائشة، ورضي الله عن صفية، ورضي الله عن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الصحابة الكرام، رضي الله عن أبي ذر وبلال والأنصاري الذي كف يده، وأسامة بن زيد، والمهاجرين والأنصار. نسأل الله عز وجل أيضا نحن أن يرضى الله عنا، وأن يرزقنا محبة الصحابة، وأن يرحمنا بمحبتنا لهم، وأن يلحقنا بهم يوم القيامة، وأن يحشرنا في زمرتهم، ويجمعنا بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت الحلقة. كانت حلقة ممتعة، أنا أقول ممتعة ليس تزكية، إنما كنا نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا أزكي نفسي فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، وإنما كان الحديث مع النبي عليه الصلاة والسلام شيق. إلى اللقاء إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكونوا قريبا معنا في برامجنا مع شركة سلام ميديا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. هذا أخوكم برهان يحييكم.